السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو سهل وبسيط وهيفيدكم ان شاء الله وهتدعولي عليه. وهو ايه؟ انت ازاي تبقي مش شايله هم فاتوره نور ولا ميه ولا غاز. تعملي ايه؟ فكره جديده وفكره سهله. وهي عباره عن ايه؟ ازايز الكنز اللي انت شايفاها دي، هتاخدي واحده منهم هتستغليها في ايه؟ يعني بعد ما تخلص، بدل ما تشتري حصاله والكلام ده يعني توفير، فتقومي جايبه الازازه علبه الكنز وتقومي شطفاها وسايباها ايه ليله كامله تنشف، وتقومي مستعملاها كحصاله بعد كده. وهي عباره عن ايه بقى؟ انا خلاص الشهر ده اخدت القبض بتاعي زي كده مثلا اهو كده. اول ما هتقبضي هتقومي ايه ساقطه في قلب علبه الكنز 200 جنيه زي كده، اكنها راحت وانت صرفتيها خلاص. فهتعملي ايه؟ تقومي ايه ساقطاها في الحصاله دي. اول حاجه خدتيها او ايه من اول قبض، خلاص ماشي مع بعض متفقين. وبعد كده كل يوم بقى بتعملي ايه؟ انا صرفت اليوم وفاض مني، تيجي اخر اليوم هتلاقي مثلا ايه فاض منك 15 جنيه، برضو تقومي ساقطاها كل يوم. يعني هتحطي المبلغ المتبقي معاكي ايا كان، ان شاء الله لو 10 جنيه بس، يعني لو 10 جنيه هتحطيها 15 10 5 20، فهتبصي تلاقي معاكي مبلغ اخر الشهر. تفتحي الحصاله، طبعا فتحها سهل جدا، هي الالومنيوم بتاعها سهل وخفيف، مجرد ما تعمليها بطرف السكينه هتتفتح وتاخدي ايه الفلوس اللي جواها. فهتفتحي هتتفاجئي، لان انا عملت فعلا الفكره دي بصراحه ونفعتني جدا جدا، ولما تعمليها هتدعيلي ان شاء الله عليها. وهي عملت ايه؟ فتحت الحصاله واتفاجئت ولقيت فيها مبلغ ما شاء الله، دفعت بيها فاتوره الغاز، دفعت بيها فاتوره النور، دفعت بيها فاتوره الايه الميه، وما شلتش همهم. فانت لو عملتي الفكره دي هي مش وحشه، جميله جميله جميله، ولو عملتيها هتدعيلي ان شاء الله خير. ربنا ان شاء الله ايه يحسن ما بين ايديكم. وكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.